الواقع وأن لا خير فيها بالنسبة لمستقبل المغرب. نعم سيدتي، يعني أنا لا يمكن مثلا أن أشجع الثورات في مكان وآتي هنا وأتحدث عن أن هذه فتنة وأشيطن المسألة. لا هذه ولا تلك. لكن عندما أقرأ مثلا، أتذكر في 2006 عندما تستمع إلى CNN تقول في أحداث الضواحي الفرنسية باريس is burning، باريس تحترق. أفتح النافذة فلا أرى أن باريس تحترق. يعني هناك تهويل إعلامي لما يحدث، تضخيم، كأننا بالمغرب يسير نحو ثورة أو انتفاضة أو ربيع إلى غير ذلك. هذا غير صحيح. لكن الحدث المهم جدا إضافة لما ذكره الأستاذ محمد عبدي هو أن قدم المغاربة درسا في التحضر على مستوى التعبير. يعني لم يكن هناك فوضى. أراقب المندسين والجماعات المندسة التي تحاول دائما لأجندات خارجية، وهذا صحيح يعني موثق. يعني من هي هذه الجماعات؟ يعني هناك من يريد أن يسعى أن يحول مطالب شعبية مشروعة أنا أدافع عنها ضد الاحتقار وضد الفساد وضد استعمال السلطة وضد إهانة المواطن، هذا صحيح. لكن أن توظفها توظيفا إيديولوجيا في مسعى آخر لأغراض سياسية، هذا الخطر. أن تطالب اجتماعيا بشكل من أشكال العدالة فأنا معك، لكن أن تحول المجرى كما ذكرت لك CNN تقول باريس إز بيرنينج، لا تحترق باريس. لا يجب تهويل وتضخيم الصورة. لماذا؟ لأن المغرب بكل صراحة لكي لدي معطيات، هناك انتقال ديمقراطي حقيقي في المغرب. المغرب تحقق مؤشرات اقتصادية على مستوى التنمية لا تحققها دول عربية إلا الدول البترولية مثل قطر أو الإمارات. المسار الديمقراطي في المغرب هو مسار صحيح. يمكن الاستفادة مما حدث بالشكل التالي. هو لكن من المستفيد من هذه التنمية سيد محمد؟ التنمية نعم، انظري سيدتي، التنمية في المغرب بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، وهذا صندوق النقد الدولي وليس كلامي، يقول لك مؤشرات اقتصادية كما ذكر الأستاذ محمد عبدي مشاريع كبرى. صحيح هناك فساد، صحيح هناك توظيف مسؤولين لأبنائهم، صحيح هناك انعدام تطبيق بعض النصوص، هذا كله موجود وموجود حتى في دول متقدمة. لكنه لا يمنع القول بأن المغرب دولة المغرب مقارنة بالنماذج شمال إفريقيا هي أكثر الدولة نموذجية في مسارات التنمية التي تحققها. طيب، حان وقت التذكير إلى السيد نجيب البكوشي. كنا بصدد الحديث عن الدعوات للتظاهر، وهناك من يقول بأنها فتنة، هناك من يقول بالعكس يجب أن تستمر. رأيك في هذا الموضوع؟ شكرا دنيا على الاستضافة. في كل مرة تقع انتفاضة في أي بلد عربي إلا ونظريات المؤامرة تنتشر كالهشيم، يعني كالنار في الهشيم. يعني كما وقع في تونس مثلا عندما قام محمد البوعزيزي بحرق نفسه، البعض تحدث عن مؤامرة من مخابرات أجنبية وكأن محمد البوعزيزي مرتبط بجهاز مخابرات عالمي. نفس الشيء بالنسبة للشاب محسن فكري. هذا الشاب تاجر سمك، يعني تعرض إلى مظلمة، وقع طحنه في ماكينة طحن نفايات، هذا ما وقع. إذن على ضوء هذه المظلمة خرج المواطنين المغاربة في انتفاضة ضد الحقرة وضد الظلم. أنت تشبه إذن محسن فكري بالبوعزيزي؟ نعم. أنا أقول أنه فيما بعد خرجت المواطنين إلى الشارع وهذا حقهم المشروع. أظن أن الصورة المسوقة على المغرب وعلى المعجزة الاقتصادية المغربية تشبه إلى حد كبير الصورة التي روجها نظام المخلوع بن علي في تونس طيلة عشرات السنين. وهنالك حتى منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومثل البنك العالمي انخرطت في منح شهادات حسن سيرة لنظام بن علي في السابق فيما يخص المسألة الاقتصادية والتقدم الاقتصادي. أنا أقول وراء المغرب البطاقة البريدية، مغرب منتجعات أكادير، ومغرب رياض مراكش، ومغرب البطاقة البريدية التي يشتريها السائح، هناك مغرب آخر صحيح لا نعرفه. أنا أقول لك بعض الأرقام، وأبدأ من كلمة قالها محمد السادس ملك المغرب في عيد العرش، قال: لا أدري أين هي ثروات المغرب. هي ثروات المغرب من البلد. هذا السؤال بن علي لم يطرحه ابدا. دقيقه باش نرجع لك على الملك. ليس من الغريب ان يطرح الملك بنفسه. نعم، الملك طرح هذا السؤال بنفسه، وانا اطرح نفس السؤال يطرحه الملك. يعني المغرب من البلدان القلائل في افريقيا وفي الوطن العربي محقق اكتفاء ذاتي غذائي. هنالك ما لا يقل على 95 ألف كيلومتر مربع أراضي صالحة للزراعة.
المغرب من البلدان اللي تتصدر عالميا تصدير على مستوى منتوجات فلاحية متعددة. المغرب على يزورها سنويا 10 مليون سائح. لا تملك مواد دولية. المغرب حذاري، وهذا الخطأ. المغرب تمتلك ثروات منجمية كبيرة جدا ومعادن. لا المغرب دقيقة فقط. المغرب باش نعطيك بالأرقام، أول منتج وأول مصدر للفوسفات في العالم. المغرب تمتلك 80% صحيح. من الاحتياطي العالمي في الفوسفات. أستاذ نجيب كلامك صحيح، لكن عندها المنغنيز، عندها الذهب، عندها الفضة، عندها كل شيء. صحيح، لكن المشكلة فقط أريد أن أشير، عفوا ضيوفي ومشاهدينا، أريد أن أشير إلى أن الصور التي ترونها أمامكم على الشاشة هي صور أرشيفية، صور قديمة، ليست صور لأحداث الصيغة الأخيرة. هي نقطة واحدة فقط للتحليل ليس لكذا. أنا منطقيا يعني لا يمكن أن نقارن، على الأقل تحليليا، دعنا من أن الأنظمة الملكية استثناها الربيع العربي. لماذا استثنى الربيع العربي الأنظمة الوراثية التي يسميها القومجيون العرب بالجملكي؟ يعني كيف يستثني الأنظمة الوراثية بما فيها المغرب بحكم أنه مملكة، في حين لا يستثني الجمهوريات المزيفة؟ لأن الجمهورية التونسية والجمهورية المصرية والجمهورية السورية وكل هذه والجماهيرية العربية الليبية هي أنظمة ديكتاتورية مزيفة بثرواتها الضخمة. الجزائر لا يقارن. بسرعة فقط. أنا أعتقد نقطة واحدة وأعطي الكلمة للأستاذ محمد، أن الملك في المغرب حسب قراءتي هو صمام أمان اجتماعي. أعطيك لماذا صمام أمان اجتماعي؟ لأن لديه سلطات أنا أعتبرها في سياق آخر مطلقة، لكنها في اللحظات الحاسمة تقلب المعادلة. كيف طيب ألم يحن الوقت الآن لتقلب المؤسسة الملكية المعادلة وتقوم بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب؟ سيد محمد هنيد. نعم، قادرة على ذلك وستفعل ذلك، وهي فرصة لكي تقوم بذلك، لا من أجلها هي، بل من أجل المغرب. فرصة تاريخية بالنسبة لي. أنا لا أدافع بالنسبة للأستاذ نجيب أن أدافع عن الأنظمة الوراثية، لكن أثبت التجارب الربيع العربي. لننظر تحليليا، دعنا من مسألة حتى أعطي الكلمة لسيد محمد عبدي متهم بالعمالة وكل هذا تعرف. طيب عندما يقول السيد محمد هنيد بأن المؤسسة الملكية قادرة على إصلاح المنظومة المخزنية مثلا، هل هي قادرة فعلا على فعل ذلك؟ الذي نراه في أرض الواقع بأن الإرادة السياسية للمؤسسة الملكية، وأنا أقول بوضوح للملك محمد السادس، إنها إرادة سياسية قائمة وواضحة وموجودة. هو يريد بناء دولة الديمقراطية وقالها في خطابه الأخير. وإذا قرأنا جميع الخطب السياسية لمحمد السادس خطاب بعد الآخر يريد بناء ويطالب الأحزاب، ولكن يا للأسف المشكلة في الدولة العميقة سيد محمد عبدي؟ لا، المجتمع، لأن هناك عدم الثقافة الديمقراطية، هناك انتشار نظرية المؤامرات، هناك انتشار الأرقام تمزق الكلمات. نحن نعرف جيدا أن في المغرب هناك مشاريع هيكلية يعني قوية جدا. المغرب ليس ببلد غني، ليس له لا بترول ولا غاز. صحيح. الميزانية المغربية محدودة، هناك أكثر من 34 مليون، ورغم هذا فهناك بعض المشاريع التي حققت يعني تثير النظر، ولكن يا للأسف من يحقق هذه المشاريع في هذه الدينامية؟ من يحقق؟ من ممسك بزمام الاقتصاد المغربي؟ يا سيدي، مؤسسة الملك كالمخزن. لا، ليس كلها. لا سمحني، أنا أظن لم تبقى هذا ما حدثني عن شركة سيجار ريجيس باللاتينية أي الملك. حدثني عن شركة سيجار، من يمتلكها؟ لا، نحن هناك في بعض القطاعات، كل القطاعات